ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هقول لكم قصة اهل الكساء، وهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة واولادها الحسن والحسين وسيدنا علي رضي الله عنه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة فاطمة ابنته وقال لها: السلام عليك يا فاطمة. فقالت له: عليك السلام. قالت: إني أجد في بدني ضعف. فقالت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال لها: يا فاطمة، ائتني بالكساء اليماني فغطني به. فأتته به وغطته به وصارت تنظر إليه إذ وجهه يتلألأ وكأنه البدر في ليلة تمام وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا ابنها الحسن أقبل عليها وقال: السلام عليك يا أماه. فقالت له: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وجاء الحسن وأقبل عليها وقال: السلام عليك يا أماه. فقالت له: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لها: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي صلى الله عليه وسلم. فقالت له: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختارك الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء، فإذا أبو الحسن يأتي علي بن أبي طالب فقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقالت له: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقالت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا خليفتي ويا صاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت فاطمة نحو الكساء وقالت: السلام عليك يا أبتاه، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي يا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الطرف الكساء وأومأ بيديه إلى اليمنى إلى السماء، ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، وسلام لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منير ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبريل عليه السلام: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون سادسا؟ فقال الله: نعم، أذنت لك. فهبط جبريل عليه السلام وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منير ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكما، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبريل معهما تحت الكساء. فقال الرسول: إن الله قد أوحى إليكما يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام:
يا رسول الله، اخبرني ما لجلوسنا هنا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محمل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من آل بيتنا وحجيجنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز آل بيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من آل بيتنا ومحبينا أو فيهم مهموم إلا فرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فرد عليه عليه السلام وقال: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك آل بيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيت سيدنا محمد. اللهم صل عليهم في الأولين والآخرين، واجمعنا معهم في حوضك يوم الدين يا رب العالمين، وارزقنا شفاعتهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب آل بيتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا معهم في عليين، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، وارزقنا زيارة بيتك يا رب العالمين، وارزقنا رؤية حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، من يوم خلقت الأرض إلى يوم البعث ويوم